السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة اقتصادية بلمسة سحرية. لاغوسة تاع اليوم كيما راكم تشوفوا في الفيديو هي طاجين الزيتون التقليدي الجزائري اللي ما نستغناوش عليه. شوفوا لي لهنا المرقه كيفاش جات، الجاد كيفاش طاب. واش نقول لكم بنه على بنه. لي زانغريديون تاعنا هما وشنو؟ عندنا الدجاج هنايا غسلته بالخل والملح، عندي الزيتون، عندي زروديه، وبيان سور ما ننساوش البصل ولي زيبيس. اول حاجه درتها حطيت شويه تاع زيت الزيتون في لاكوكوت تاعي، حطيت لهنا تقدروا ديروا في الكوكوطه ولا في الطنجره. انا ما كانش عندي الوقت بزاف درتها في لاكوكوط يعني باش تمتم يطيب. درت شويه زيت الزيتون، درت الدجاج وخليته يطلق هذيك الزيت تاعو، نسحق هذيك الزيت باش يعني تطلق لي البنه في طاجين الزيتون تاعي. راح نعطيكم السر باش طاجين الزيتون تاعكم يجيكم بنين والزيتون ما يجيكمش مالح في المرقه تاعكم وما يجيكمش مر. حكمت كاسرونه درت فيها الزيتون تاعي، درت فيها حوالي ملعقه كبيره وربع تاع السكر، نخليه يغلي لمده 5 دقائق. بون ماشي يغلي لمده 5 دقائق، يعني جوست ما يبدا يغلي لكم حسبوه 5 دقائق وطفيو عليه. ومن بعد لهنايا بعد ما نطفي عليه وشنو راح ندير؟ نحي الزيتون تاعي نصفيه ونشلو. هذه بالنسبه للزيتون. لهنا بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج وطلق لي هذيك الزيت، نروح ندير حبه كبيره تاع بصل نقطعها بتي كوبي ولا ديروها في الاشواط كيما تحبوا. ندير البصل تاعي يتقلى في لاكوكوت مع الدجاج، نخليه يتقلى تري بيان حتى يتكاراميليزالي، يعني كلش راهو واضح في لا فيديو. هنا البصل درت حبه كبيره. هنا راني نحرك في الدجاج يعني قبل ما نضيف البصل حتى نتاكد انه الدجاج تقلى لي تري بيان، يعني باش ونشوف باللي الدجاج بدا يدخل له طياب تاعو. فوالا ندير هذيك الحبيبه تاع البصل نخليها تتقلب بيان تتكاراميليزالي في هذيك الزيت مع الدجاج. ومن بعد نروح نقطع زروديه تاعي، يعني في نفس الوقت كل ما نضيف انغريديون في الكوكوت تاعي نروح ندير ليطاب اللي موراه. هنايا درت الزيتون تاعي يغلي، خليت الدجاج يتقلى، من بعد ما يتقلى لي الدجاج ندير البصل، من بعد ما يتقلى لي البصل نروح نضيف هذيك الزروديه تاعي. وهنايا شوفوا السر باش تجيكم المرقه بنينه. ما راحش البنه ما راهيش في الدجاج، باسكو كاين بزاف اطباق نطيبوهم بلا دجاج ويجوا بنان. البنه هي كامل يعني في التقليه وفي لي زيبيس وبيان سور في اليدين. ما ننساوش البنه في اليدين. كاين سبحان الله ناس ربي عطى لهم البنه في يديهم هكا من عند ربي سبحانه، تلقاي اطباق تاعهم ولا غير ما فيهم لا دجاج لا والو، تلقاي الاطباق تاعهم تجي بنينه. سبحان الله يعني كما يقولوا هذه حاجه يمدها ربي سبحانه. فوالا لهنايا راني خليت شوفوا هنا قلت لكم جوست ما يبدا يغلي الزيتون تاعكم احسبوا 5 دقائق نحيوه. درت هنا كنت درت ديجا زروديه تاعي، راح نصفي الزيتون تاعي ومن بعد كي نصفيه من هذاك الماء نحي هذاك الماء ونزيد نشلو يعني مليح تحت العين، يعني باش نتاكد باللي هذاك الماء اللي كان يغلي فيه ما راح لي كامل، باسكو لانه كي ديروا الزيتون يغلي في هذيك لاكاسخول. لهنايا واش راح دير هذاك الزيتون كي تخلوا الزيتون تاعكم في هذيك لاكاسخول راح يخلي الزيتون راح يبقى فيه الماء الداخل. صافي كي تشلوه راح تنحيو كامل هذيك المروريه ولا هذاك يعني كاع واش بقى في هذاك الماء تنحيوه. فوالا هنا صفيته ورحت جبت سنينات الثوم تاعي. لهنا درت 3 سنينات تاع الثوم، 3 سنينات تاع الثوم يكونوا كبار، زدت درتهم يتقلاو. هنا راني منقصه على الفرنو باش ما يتحرقش البصل تاعي ولا ما يتحرقش الدجاج تاعي، راني منقصه وخليته يتقلى ثاني مع الثوم. جبت لي زيبيس تاعي، لهنا درت سكنجبير، درت مغرفه صغيره تاع الملح ما كترش، درت على راس المغرف الكمون، ودرت على راس المغرف صغيره يعني اون بانسي صغيره تاع الفلفل الكحل. بالنسبه للطوماطيش لهنا اللي يحب طاجين الزيتون تاعو يحبوا صفر ولا بيض يعني مرقه بيضه، هي في الاصل يكون طاجين زيتون بيض ماشي احمر. مي انا الزوج تاعي ما يحبوش بيض، يحب المرقه حمراء، جميع مرقه حمراء يحبها. دونك سي بور سا درت طوماطيش مصباره ودرت فلفل العكري. لهنا تاني تقدروا ديروا فلفل حار الا تحبوا الفلفل الحار. صافي كان سي بور سا درت طوماطيش وفلفل العكري. لهنا قلت لكم اللي تحب المرقه تاعها صفراء دير راس الحانوت ودير خليط تاع الدجاج، يعني تعوضهم بالطوماطيش والفلفل العكري. فوالا لهنا خليت لي زيبيس تاعي، درت لي زيبيس هما الاخرين باسكو لو كان تقلوا لي زيبيس هما الاولين راح يطرقوا لكم المراره في الطاجين تاعكم. درت لي زيبيس تاعي مع الطوماطيش ومرقت، وما تكتروش الماء باسكو الماء هو ثاني اللي يصمت لكم الماكله تاعكم. غلقت لاكوكوت تاعي حوالي 10 مينوت يعني لا اكثر كان طاب البلا تاعي. فرجه ممتعه وان شاء الله يكون الطبق عجبكم والسلام عليكم. وما تنسونيش
بالجيم والبارطاج.